السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي أوقاتكم بكل خير وحب وبركة. هذا أول روتين أنزله على القناة وآخر روتين ليوم أحد بتركيا بإذن الله قبل ما أنزل على سوريا. أنا الحمد لله أول ما أفيق بعد ما أصلي الضحى أعمل قهوة بحليب أو قهوة حسب المتوفر. اليوم عملت قهوة بحليب. الكاسة أحط أنا فيها قهوة المرة، بعدين أحط عليها القهوة مع الحليب مع بعضها. كمان جهزت لهذا اليوم الفطور، هو الفلافل مقالي بطاطا وباذنجان والحباشات تبعها. طبعا الشاي ضروري مع الفطور. وإحنا بالعادة يعني كل واحد يلف لما يكون الفطور فلافل، كل واحد يلف لفة على كيفه. أنا حبيت أحط باللفة بطاطا، بندور، خيار، ترشي خيار طبعا، وحمص، ملح، سماق. هاي اللفة يعني ضليت تقريبا نص ساعة خلصت اللفة. الحمد لله الحمد لله على النعم رب العالمين. بابا طبعا لفت الفلافل أكيد أكيد. بعد ما خلصت شغل البيت طبعا وحممت الولاد، رحت على جارتي قعدت شوي معها. الحمد لله انبسطنا بالقعدة، وهي إن شاء الله تكون آخر قعدة بتركيا، بس إن شاء الله في قعدات غيرها بسوريا بإذن الله. هون أنا الحمد لله بعد ما رجعت من جارتي قعدت شوي، بعدين بلشت قمت أجهز بالغدا. كان الغدا شاورما وبطاطا وسمك. هلا هون تتساءلون شو هذا الأبيض؟ بصراحة حاولت أعمل كريم توم بدون مكسر وبدون هاي ما زبط معي، يعني إن الطعم طيبة طعم الكريم توم، بس ما في لا مكسر ولا خلاط، يعني ما في أدوات كهربائية بالبيت كله الحمد لله. بعد ما خلصنا غدا وهاي حبينا ناخذ الأولاد على الحديقة. طلعنا احنا وبيت ناصر ابن خال جوزي. الحمد لله كيفنا استمتعنا بالقعدة بالحديقة، شربنا نسكافيه وقهوة. الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله. هاي راح تكون ذكريات حلوة بإذن الله وراح تتكرر، وإن شاء الله نشوف أيام أحلى بسوريا بإذن الله. الحمد لله استمتعنا بالطلعة، وكانت الطلعة حيل حلوة ممتعة. الأولاد فرحوا ولعبوا بالحديقة الحمد لله، احنا حتى استمتعنا الحمد لله. ان شاء الله بكرة انزل لكم روتين يوم الاثنين بإذن الله. الله يسعد لي اياكم ويحفظكم يا رب دنيا واخرة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وحطوا لي اللايك من بعد اذنكم، واذا انتم اول مرة تشاهدوني اشتركوا بالقناة. وشكرا شكرا كل حدا علق لي بالتعليقات، اشكركم من اعماق قلبي كل حدا شاهد الفيديو.